السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم مع عزة فهمي واسرار المطبخ. هنبدأ بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هقول لكم سر من اسرار محلات الشاورما. النهارده هنعمل الشاورما وتتبيلة الشاورما بتكات وحركات المحلات. عايزه اقول لك لما تعملي التتبيلة دي مش هتشتريها من بره خالص بعد كده. عايزه اقول لكم كان طعمها تحفه وكانت هايله، وعملنا السندوتشات في البيت ووفرنا كتير. انا جبت قطع البانيه بتاعتي، غسلتها غسله كويسه، طبعا انا بغسلها بالدقيق عشان خاطر ريحه الزفاره، وهنقطعها شرايح زي الشاورما بالظبط. هنقطع الكميه بتاعتنا كلها، وهقول لكم بقى التتبيله الهايله اللي هنعمل بيها الشاورما، وهي السر الجامد قوي النهارده. قطعنا الشاورما بتاعتنا كلها، اي بقى كميه، انتي ربع كيلو نص كيلو على حسب الكميه بتاعتك. وجبت علبه زبادي حطيتها عليها، وهنزل بقى بالملح والفلفل الاسمر والثوم باودر وبصل باودر وجنزبيل وكركم. وطبعا اختياري بقى، عايزه تحطي دبس رمان، صويا صوص، مستردة. كل الحاجات دي بتدي نكهات ليها جميله جدا. وهحط ليمون وخل وزيت زيتون. يبقى تاني هنحط زبادي، ملح، فلفل اسمر، توم باودر، بصل باودر، جنزبيل، كركم، ليمون وخل، وربع كوبايه زيت زيتون، وصويا صوص، ودبس رمان، ومستردة. طبعا لو صويا صوص ودبس الرمان مش موجودين ولا المستردة، ده اختياري. تمام. الحاجات دي بقى هتديها نكهه مش قادره اقول لكم تحفه. بس تسيبيها في التتبيله دي ساعتين ثلاثه، اول ما تقومي من النوم تعمليهم لحد قبل ما تعمليها. بصوا بصوا من الصوص ده تبقى تحفه. هنعصر بقى الليمون بتاعنا كده. عايزه اقول لكم الاكله دي كانت جامده جدا، والسندوتشات طعمها تحفه قوي. وحطيت حبه شطه كمان اهمت. ونقلب بقى، ومش قادره اقول لكم بقى على الريحه بقى، الليمون مع الخل مع البهارات مع الصوصات دي عامله ريحه تحفه. هنركنها بقى على جنب ونسيبها بقى ايه لحد قبل ما اجي اعمل الاكل. طبعا كنت ناسيه المستردة، فكانت العلبه اخرها، فبقول لكم فتحتها وعملتها. هنا بقى قبل ما اعمل الاكل طبعا حاطه فيها زيت وحاطه فيها كل حاجه، مش هحط اي ماده دهنيه في الجريل لان هو فيه الماده الدهنيه. خلاص. هخليه بقى كده اهوت، مش هقلبه لحد ما احس اللي هو هياخد طبقه لون من تحت، وهقلبه لانك لو قلبتيه هينزل ميه. هنا بقى انا هقطع بطاطس طرنشات عشان هنعملها مع السندوتشات. طبعا هنقلي البطاطس، وهنعمل بقى صوص طحينه، وهنعمل صوص توميه كدابه، وهنعمل سندوتشات تحفه، وهنعمل سندوتشات زي السندوتشات السوري بالعيش البلدي بتاعنا. مش هنشتري ولا عيش سوري ولا اي عيش من بره، هنجيب بس عيش فينو. لان انا هعمل لهم سندوتشات، لانك هتجيبي سندوتش الشاورما ده من بره، او البطاطس اللي انا هعملها ديت هتلاقي السندوتش عامل بحوالي 100-120 جنيه. فاحنا هنوفر، وهنعمل الاكل بتاعنا يعني باقل من حق سندوتش. هنقطع بقى البطاطس مكعبات، ونحط عليها حبه ملح وخل، وهنقليها. هنا بقى انا هقطع البصل عشان خاطر الشاورما. بقطع البصل كده ايه جوليان. مش قادره اقول لكم بقى، البصل لما بيتحمر معاها بيدي طعم حلو قوي. بس انا مش بحط بصل ولا فلفل عليها الا لما بحس ان هي شربت الصوص بتاعها، وتبتدي كده تتشوى كده اهوت على الجريل، وتاخد لون، بيبقى لونها حلو. يعني اول ما احس انها هتاخد لون اروح حاطه عليها البصل. الاتنين بقى بياخدوا لون مع بعض. نقطع كميه البصل بتاعتنا اللي احنا ايه عايزين. انا هقطع 3 واسيب ايه بصلايه. تمام. البصل ال3 بصلات دوت عشان خاطر ايه الشاورما. البصلايه دي بقى هقول لكم هعمل بيها ايه دلوقتي. بصوا شربت الصوص بتاعها باين بس الزيت. هنزل بقى عليها بالبصل، هخلي بقى الاتنين ياخدوا لون مع بعض. واول لما الاتنين احس ان هم اخدوا لون، بنزل عليهم بالفلفل الالوان بتاعي، فلفل الوان وفلفل اخضر. بحط الفلفل الالوان والاخضر في الاخر لما احس ان هي خدت لون، لاني مش بتاخد وقت على النار. وعايزه اقول لكم العيش اللي انا هعمله البلدي دوت، بفتح العيش البلدي وبلف فيه السندوتش، وبعمله على الجريل كده على النار بمعلقه سمنه.
بيكون تحفه والله العظيم، ولا جبت عيش سوري ولا اي حاجه. بصوا هنا اخدت لون. هنزل بقى بالفلفل الاخضر اللي احنا مقطعينه سبايسي حامي كده، والفلفل الالوان، وتقلبتين وهنطفي، وهنعمل بقى احلى سندوتشات. عايزه اقول لكم بقى انا كملت معظم الفيديو في البث، عملت فيه التوميه وعملت فيه الطحينه، بس برضه هقول لكم طريقه التوميه الكدابه والطحينه وازاي عملنا السندوتشات. عايزه اقول لكم العيش انتوا هتشوفوه بلدي ملفوف زي العيش السوري، ده عيش بلدي فاتحه الرغيف، واخده طبقه واحده بس وعامله منها سندوتشات. بصوا بقى يا حبايب قلبي، عملنا الشاورما تمام اهيت شايفينها، والبطاطس دي بقى انا مقطعه كزبره وبقدونس وبصل ودعكهم مع بعض بحبه ملح وكمون، وحاطه عليهم بطاطس اللي هي في الحرف دي خلاص. فانا عشان كنت بعمل بس كملت الفيديو في البث. بصوا بقى السندوتش الجامد ده، بصوا انا حشه السندوتش دوت، حاطه فيه من جوه بطاطس مع الخضره اللي انا عاملاها بالبصل دي، وعليها الشاورما وعليها طحينه، والتاني عليه توميه شايفين. طبعا انا عملت توميه كدابه في البث يا جماعه اهي، بصوا شايفين شكلها جامده قوي، وعملت طحينه حلوه جدا. بصوا شايفين ده السندوتش اللي فيه التوميه اهو، شكله شايفين الجمدان والجمال، وده اللي فيه الطحينه. شوفي بقى بره بتجيب السندوتش ده بكام؟ بتجيب السندوتش ده من بره ب 120 واكتر. بصوا هعمل لكم واحد قدامكم، ادي معانا السندوتش ده مقفول اهو، بصوا ادي الشاورما بتاعتنا اهي، حبة تومية ونحط عليها توميه اهي، اهو بصوا شايفين الجمدان هايل تمام. انا مش عايزه اطول لكم الفيديو، انا ده عاملاه بصوا بعد ما حشيت السندوتش رحت حاطاه في الطاسه على النار وقلبته يمين وشمال، بصوا شايفين تحفه وطعمه بصوا روعه. ودي كانت طريقتي النهارده في الشاورما والتوميه الكدابه. اللي عايز يعرف الطريقه في البث بس هقول لكم عليها دلوقتي. انا جايبه علبه زبادي عليها كيسين مايونيز وحته توم صغيره وقلبتها، والطحينه معلقه طحينه عليها معلقه توم فلفل احمر ملح كمون خل ليمون حبه ميه، وخدت القوام المطلوب وقلت لكم على البطاطس عملت فيها ايه. وده كان الاكل بتاعنا النهارده. وخليكي ست اقتصاديه وموفره ومدبره، واعملي كل حاجه لاولادك في البيت، بدل ما تجيبي السندوتش ب 120 جنيه بره، بال 120 جنيه هتعملي لاولادك سندوتشات كتير في البيت. وقولوا لنا بالهنا والشفا. طبعا بقى لو اول مره تشوفي الفيديو بتاعي ما تنسيش تحطي لي كومنت حلو ودعوه حلوه، وتصلي على رسول في الكومنتات، وتعملي متابعه لصفحه الفيس واشتراك لليوتيوب ومشاركه للفيديو عشان حبايبك واصحابك يستفادوا وانا استفاد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.